اللي تشهد أحداث هامة قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وهي منطقة تسمى البصيرة. الآن يصيحوا لها البصيرة، سبحان الله، احنا نحكي على البصيرة وهي هم اسمها البصيرة. قرقيسيا منطقة على بعد، هسه الخارطة أمامك، على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق مدينة دير الزور السورية. لاحظين السماء، قرقيسيا أشبه بالمثلث، القسم من عنده سوريا، قسم من عند الحدود العراقية، قسم من عند الحدود التركية، مثلث كبير. هذه تشهد معركة ضخمة تكلم عنها إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أنا أقرأ هذا النص من إمامنا عليه السلام. سأل أحد أصحابه قال: كم بينكم وبين قرقيسيا؟ قال: هي قريب على شاطئ الفرات. فقال: أما إنه سيكون بها وقعة لم يكن مثلها مذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ولا يكون مثلها ما دامت السماوات والأرض. يعني يتكلم عن معركة هائلة بها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، بل عبر عنها قال: تكون مأدبة للطير تشبع منها سباع الأرض وطيور السماء، كما في الكهف الشريف الجزء 8. وفي رواية يقول إمامنا الباقر: يمر السفياني بقرقيسيا فيقتل بها من الجبارين 100,000. قرقيسيا بهالمكان. الظروف السياسية لمعركة قرقيسيا، تصارع قوى، عندنا 3 قوى اللي تكون بهاي المعركة. مارقة الترك، يعني انفصاليين من الترك. هسه البعض قال ذول الأكراد غيرهم، بس محسوبين على المكون التركي. هذا قسم، يعني الجيش محسوب على المكون التركي. هسه أكراد تركيا ما ندري، فصائل في تركيا ما ندري. هذا واحد. بعد مارقة الترك والروم الذين ينزلون الرملة. الروم اصطلاح يكون عن ورثة، أو يعبر عن ورثة الدولة الرومانية، ورثة تقاليدهم وعاداتهم وأماكنهم، اللي هم اليوم نسميهم المكون الغربي. الغربيين طبعا. الروم كانوا مثلا في روما في إيطاليا، بعدين في زمن معين في أثينا، زمن معين في القسطنطينية في قريبة على اسطنبول وهالتفاصيل. بس مصطلح الروم من تسمع في الروايات يعني اليوم المكون الغربي. شوف طرفين، مارقة الترك الروم والسفياني. زين، ليش يعني السفياني يدخل في هذه المعركة؟ يقول أصلا سبب المعركة هو سبب تجاري مادي. هاي منطقة قرقيسيا قريبة على الخابور اللي هو فرع كبير من الفرات. رواية النبي اللي في مصادر السنة والشيعة يقول: ينحسر الفرات عن كنز من ذهب فيقتتل عنده الناس فيقتل من كل 9 7. هسه ما ندري شنو هذا كنز الذهب. يا ترى فعلا ذهب في الفرات؟ ما ندري. يا ترى فرد شيء يخص قضايا الطاقة، يخص اليورانيوم؟ ما ندري. بس اكو شيء مهم في تلك المنطقة، بحيث كل المصالح العسكرية والتجارية للقوى المتنفذة في الشرق الأوسط تدخل في معركة، والمعركة تكون كل الأطراف بها معادية للمهدي طبعا، بيناتهم يصيرون. هذا نوع من أنواع النصر الإلهي طبعا. شوية أيضا راح يضعف السفياني، يضعفون أعداء الإمام المهدي سواء الترك يومها والروم، وأيضا وراها السفياني راح يجهز جيش باتجاه الكوفة. في ذلك الوقت أيضا هم نحتاج بصيرة من أمرنا أيها الحب. لازم هم عندنا بصيرة كي نكون مع المهدي ولا نكون من أعوان السفياني، لأن السفياني إلى في العراق من يمهد له، من يجهز له، من يدل الناس على القيادات الرسالية والقيادات العسكرية التابعة اللي يعبر عنهم الإمام سلام الله عليه عصائب العراق، وأنصار الإمام سلام الله عليه من الكوفة، أي العراق. الكوفة يوما معنى العراق. فكون أيضا نحمل بصيرة. بصيرة الثالثة هي بصيرة كربلائية. شوف هذا القائد العسكري بكربلاء ايش قال؟ قال لهم: جماعة ترى انتم ما تقدروا لهم. ليش ما تقدروا لهم؟ أولا إنكم تقاتلون فرسان المصر
أشجع الشجعان كانوا في جيش أبي عبد الله سلام الله عليه، لأن 60% من أنصار أبي عبد الله لنا الشرف كلهم عراقيون من أهل العراق، شيعة العراق. هذا يقول لك العراقيين خذلوه، الشيعة افرض خذلوه جدلا، وهذا لا يكون، بس وين البقية؟ هو الشيعة انتصروا للحسين، على الأقل قدموا التضحيات.